وصباح الملك الحاج لهم على مقاسهم كده. الله يخليك. في ايه يا بهيج؟ في ايه يا زواوي؟ انت جايباني لقمه وجايباني واحد ياكلها؟ مفيش اسود، مش هنمشي من هنا غير والمزاد ده راسي عننا. أن الحكومة المصرية وافقت على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى. معلش الناس يا جماعة، صوت الناس، صوت الناس، والله الناس فعلا بتئن، وبدأنا نشوف فيديوهات وكلام، الناس تعبانة جدا. والمفروض أنا بقول للناس تتحملوا، ما هو طبعا بقول للناس تتحملوا، ما كل الناس تتحمل، وفي نفس الوقت بقول للدولة الناس يعني رمضان والظروف صعبة جدا جدا، وفعلا الاسعار مبالغ فيها بشكل لا يتخيله احد. كل يوم بتزيد الاسعار، كل يوم بتزيد الاسعار، واسعار وزيادات غير مبرره. ده مساء الخير. الذهب في النازل كمان النهارده. عندنا سلع كتير قوي نزلت. تخيلوا ان في سلع نزلت بالالافات. الحديد النهارده اترزع 14,000 جنيه في يوم واحد. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص. على مدى الكام يوم اللي فاتوا بتحصل حاجة غريبة شوية، وطبعا حضراتكم عارفين ان انا ما بسلمش عقلي لحد. الوضع من اصعب ما يمكن، من اصعب ما يمكن. الدولار اخباره ايه؟ سعره ايه؟ الامر بالنسبة لي المهم الاسعار. النهارده السكر بكام؟ النهارده اللوبيا بكام؟ النهارده العدس بكام؟ النهارده الفول بكام؟ حضراتكم لو بصيتوا لارقام التصدير هتشوفوا ان الارقام يا جماعه بقى في حقيقه كاشفه في السوق دلوقتي. بصراحه يعني احنا ما بننتجش حاجه. عايز الحق يعني ما بننتجش حاجه. في نوع شيء ناقص، فبسال قال لي اصل الدبوس بنجيبه من بره. احنا بنتكلم على مصانع بتقف، احنا بنتكلم على ناس بتوقف الشغل. هل انا اي حاجه من اللي بقولها لكم ديت انتوا ما تعرفوهاش؟ واللي اهم بقى اصله عيب ان يعني ايه نضحك على بعض. يقول لك ايه؟ يقول لك احنا دخلنا البريكس، مصر مش هتتعامل ابدا بالدولار. زلزال سياسي. يعني ايه زلزال سياسي؟ 6 دول ينضموا ل5 اللي هم مجموعه بريكس، مصر واحده من ال6 جداد. اهميه ده ايه؟ لا 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 لا، اهميه قولوا للناس الحقيقه. يا جماعه كفايه بقى، كفايه ارجوكوا. تعبت، واظن اثبتنا بدل المره 10 ان الناس دي بتهزر. يقول لك ايه؟ يقول لك لا لا لا، على فكره مصر قرارها من دماغها ومش هتقدر، مش هنغير اي حاجه، وهو الوضع يفضل عامل كده. طب هتدفع انت الحاجات للناس، هيفضل عامل كده ازاي؟ يا جماعه بلا تغيير مفيش دولار. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا. ولو سمحتم، لو سمحتم، الناس اللي بتتكلم على سعر مصر عيب، عيب. مصر مش بسعر. عرضوا عليه 200 مليار دولار مقابل التهجير ونحل مشاكل الديون وغيره وغيره وغيره. رفض. كل الكلام ايه؟ مصر كان معروض عليها 240 مليار علشان تبيع. مصر كان هي مصر دي قاعده حد بيعرض عليها فلوس عشان تتباع؟ مصر اكبر من كده 100 مره. ايه 240 مليار ولا تريليون؟ وعلى فكره مفيش حد عارض حاجه خالص. دلوقتي زاد المبلغ ل 250 مليار دولار، وقال لهم انت كده بتجنن الناس. الناس كلها تقول لك ايه؟ يقول لك ده عارضين علينا 250 مليار دولار واحنا رفضنا علشان لا، احنا ما رفضناش عشان ال 250 مليار كتير ولا قليل. احنا رفضنا علشان احنا ما بنبيعش ارضنا. حضراتكم عارفين موقف انا من البيع. بيع يا عم، جالك ارض تمام سعر هايل، بيع يا عم. انا عندي ايه غير المصلحه؟ انا عارف طبعا اللي هيتكتب دلوقتي عمرو اديب عايز يبيع. طب قول لي هتعمل ايه؟ عمرو مش عايز يبيع، عمرو عايزها مخدره كده، نخليهم كلهم تحت ايدينهم واحنا تحت ايدينا واحنا فرحانين بيهم. هتعملوا ايه؟ ماذا انت فاعل؟ خبرني بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ النهارده واحد سالني سؤال واتحدى حد يعرف يجاوب. اتحدى، هي الاسعار هتنزل قبل رمضان؟